في طرق كتيرة قوي برضك. بحس ان المنتحر بيوصل لها قبل ما يوصل لمرحلة ان هو يفكر في الانتحار. منها ان هو يعمل كل حاجة غلط، كل حاجة مش شبهه، كل حاجة حاسس ان هي ايه المشكلة، انا هعمل كل حاجة وحشة ادام انا وحش. دي من ضمن الطرق اللي ممكن يلجأ لها. بس سألتوا نفسكوا سؤال، هو ليه الطريق ده اللي احنا بندور عليه؟ احنا ممكن يكون قدامنا الحل ومش لاقيينه او مش باصين عليه. احنا اول ما نحس ان احنا جالنا اكتئاب ومبقاش لينا حد، لازم نلجأ لربنا ونفكر 1000 مرة ان احنا جايين الدنيا دي اصلا عشان نرضيه مش عشان نرضي اللي حوالينا. اسباب الاكتئاب اللي بنوصلها من الناس اللي حوالينا والصدمات اللي عمالين ناخدها يمين وشمال من كل حد حوالينا، اننا رافعين سقف توقعاتنا في الناس، وان احنا المفروض ادام بنتعامل كويس مع الشخص اللي قدامنا ان هو يبادلنا بنفس الشعور. مش كل الناس شبه بعض، ومش كل الناس نفوسها سوية عشان تعاملك بنفس اخلاقك. حاول تنزل سقف طموحاتك من الناس شوية وتعامل ربنا فيها. عايز تبقى معطاء، تبقى عارف ان العطاء ده انت مديه لربنا مش مديه للناس. عايز تفضل تطبطب، فانت بتطبطب مش عشان اللي قدامك يستاهل الطبطب، لا، انت عشان بتعامل ربنا فيه. عايز ما تكذبش عن اللي قدامك حتى لو هو بيكذب عليك، فانت عشان بتعامل ربنا. فلو وجهت كل معاملاتك لربنا وحسيت ان الناس دول اصلا موجودين عشان يغلطوا، وعشان هما مش المفروض ان احنا نبقى في المدينة الفاضلة وكل الناس اللي حوالينا بيتعاملوا معانا كويس ويحبونا ويطبطبوا علينا، هتعيش مرتاح قوي. مش هتفكر في الانتحار ولو لحظة، ولا هتكتئب، لان كل واحد في الاخر بيتحاسب عن نفسه. كل واحد، لو انت عشت مش مستني حاجة من اللي قدامك فهترضى بالقليل.